أنا وصلت للنادي اللي راح ألعب معه بإسبانيا واللي هو ريال أوفيدو. مبدئيا بالفيديو الماضي حكيت لكم إني سافرت على برشلونة، ومن برشلونة أجيت على أوفيدو. وصلت بالليل وصراحة كنت كتير تعبان، وباليوم الثاني فقت وكنت كتير متحمس يا جماعة. وكانوا النادي محضرين لي كتير أشياء حلوة. بالكيس كان في طقمين للتمرين لبستهم، وأول ما لبستهم يا جماعة إجاني شعور جدا جميل. تخيل إنك أنت حاليا لاعب بريال أوفيدو. صح ما وقعت عقد، وصح لسه أنا بفترة معايشة وتجارب أداء، ولكن عم حاول إني أكون أفضل من امبارح وإني أتطور لو بشكل قليل كل يوم. المهم يا جماعة غسلت وجهزت حالي لأنه اليوم رايحين على ملعب الفريق الأول نعمل جولة. طبعا لسه بالمقاطع القادمة راح أورجيكم التمارين والمباريات، فالريلزات الجاية راح تكون جدا جميلة ومشوقة. اكتبوا لي شو حابين تشوفوا لأعملكم مقاطع على كيفكم. المهم يا جماعة بعدها ركبنا بالسيارة وتوجهنا على الملعب. وصلنا للنادي ودخلنا نعمل جولة، ويعني كنت كتير متحمس لأنه ما بتعرفوا ممكن يوم من الأيام نكون موجودين هون. تخيلوا انه ملعب ريال اوفيدو النادي اللي انا بلعب فيه بيسع 30,000 متفرج، فيعني تخيل حالك داخل دكة والجمهور عم يتفرج عليك. متأكد انه هي اللحظة ممكن تكون من اجمل لحظات حياتك حرفيا، او فقط تخيل شعورك وانت داخل مع هدول اللاعبين على الملعب. وبعدها رحنا على المؤتمر الصحفي، دخلت هيك وكأني لاعب مشهور. يعني شعور جدا جميل يا جماعة. صرت اتخيل براسي انه في كتير صحفيين عم يتفرجوا علي وعم يسألوني اسئلة عن الاهداف اللي سجلتها والموسم الرائع اللي قدمته. بالفيديو الجاي رح اورجيكم اجواء مباراة الفريق الاول، وبالفيديوهات الجاي رح اورجيكم التمارين والمباريات. اعملوا فولو نوصل 300,000 وكونوا مستعدين لهي الفترة الجميلة. دمتم في امان الله وسلام.